انا لحد ما وصلت لقب الدايركتور كنت صفر في المنتجات، بعرف اعمل كل حاجه في الشغل ما عدا المنتجات ما كنتش قويه فيها، ومش هبخل ابدا وهقول ان انا وقعت من بعد الدايركتور على طول. الوقعه دي خلتني اقوى واطلع على طول انط في الجول. ايه اللي حصل بقى؟ ان انا لما كان حد يدخل معايا كعضوه، انا بس عايزه اقول ان المنتجات دي البوينت بتاعت شغلنا واخراج اعضاء التشغيل اصلا ده احنا اللي بنلف حواليه. لما حد يدخل معايا طبعا بندور على مشكلتك ايه؟ قولي عندي حبوب، عندي غمقان، لحد ما اسال وارجع لها تكون تفصيل. فعرفت ان المنتجات دي حاجه مهمه جدا لازم ندرسها. يبقى رقم واحد لازم ندرس المنتجات. دراسه المنتجات هي اللي هتخلينا نعرف ندخل اعضاء. دراسه المنتجات هي اللي هتخلينا اصلا نعرف نشغلها. هندرس المنتجات ازاي؟ في 3 مصادر. اول حاجه الكتب. في اصلا معلومات كتير وانا بحس ان كل شهر عن التاني بيزيد فيه المعلومات عن المنتجات وشرح المنتج نفسه. تاني حاجه طبعا فيديو دكتور نرمين طارق والاجتماعات دي بتفرق جدا. دول كانوا المصدرين بالنسبه لي. المصدر الثالث وده كان اجتهاد مني ان انا كنت افشل حد في فريقي في المنتجات، دلوقتي الحمد لله بقيت انا رقم واحد في مستنيين الفيديو بتاعي اللي انا بعمله عشان ادرس لهم فيه منتجات. صح على يدي. ف يعني عشان كده بقول ازاي نتحول من شخص فاشل لشخص ناجح، لان بقيت الحاجه دي انا بيرفكت فيها. الحاجه الثانيه بقى الاجتهاد مني وهي المصادر. انتوا عندكم جوجل واليوتيوب مفتوحه. لما انا يعني معلمه اعضائي ان احنا مش حافظين بيور سكين دهنيه اسينشال جافا، لا احنا حافظين ودارسين المنتجات. فيتامين بي 3 فيتامين سي بيعمل ايه؟ فيتامين اي بيعمل ايه؟ فانا واثقه ان لو سالت اي حد في فريقي هيعرف. فاحنا هنا في فرق ما بين ان انت بياعه ومستشار التجميل. فاوريفلام لو اخدناها من جانب البيع احنا هناخد هدايا بس، لو خدناها من جانب مستشار التجميل احنا هنا هنكبر وهناخد القاب. تمام؟ ده كده من حيث المصادر ازاي هندرس المنتجات. في حاجه بقى مهمه جدا وهقول لكم ازاي دراسه المنتجات دي هتخليكم اقوى وانجح في الشغل وازاي انتوا تاخدوا القاب. لما اجي ارشح منتج لحد في حاجه اسمها يعني التسويق ده يا جماعه ده علم، والعلم ده فيه نقطه ابداع. في حاجه اسمها اتش تو اتش. يعني ايه اتش تو اتش؟ يعني هيومن تو هيومن، يعني في جانب انساني كبير قوي. ازاي اربط الانسان وحياته الشخصيه بمنتج؟ لو هنتكلم عن الحبوب فاتكلم واحده تخيلي يا فلانه لما الحبوب دي تتعالج شكلك وثقتك في نفسك هتبقى عامله ازاي؟ استحاله لما هتتكلمي بالطريقه دي لو هتقولك لا انا مش عايزاه دلوقتي بس هتروح تراجع نفسها وهتاخده. في حاجه اسمها برضه word of mouth، يعني التسويق اللا ارادي. ان انت لما واحده تاخد منتج منك وعجبها هتتكلم عنه فبتبقى تعمل حاجه اسمها تسويق غير مباشر، يعني بدون مجهود. فاحنا باترينه اوريفلام متحركه، ما ينفعش استخدم منتج تاني. انا اكتشفت الحاجات اللي انا بستخدمها كل اللي حواليا بيستخدموها، الحاجات اللي بتكلم عنها بقلب قوي وثقه قوي هي دي اللي فريقي بياخدها. فثقه نفسينا، وكمان الحاجه اللي ببيعها شكلي اهم منها. يعني ما ينفعش اتكلم عن حبوب وانا وشي فيه حبوب، لازم ادور على ليه. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي هو احنا في شغلنا مركزين فيها، لما تدخل عضوه جديده مش ابدا بقول لها انت اي منتج واركنها الكتل ابدا. مشكلتك ايه؟ ما عنديش مشكله، لا ما احنا مش ملكات جمال في نفسينا. لو واحده بيضه اكيد عايزه تفتح، لو واحده اكيد عايزين نهتم. فليه انا بسالك عن مشكلتك؟ انت مش زبونه داخله عندي، يعني انا بجد بكلم الاعضاء بقول لهم كده انت مش زبونه داخله عندي تشتري منتج وخلاص، لا انت تنزل تاخدي حاجه بتعالجك علشان لما اعالج لك المشكله دي خلاص كده انا كسبتك ومش هتقدري تسيبيني ابدا ولا تسيبي الشركه وهتتكلمي عنها. اخر جزء حابه اتكلم فيه ازاي نعمل ريفيوهات في حياتنا الشهريه. احنا هنا في مصر حتى الدكتوره نرمين قالت احنا هنا ما بنجيبش صوره